السلام عليكم. وصفتنا اليوم 3 أنواع من البابا غنوج، وكل واحدة لذيذة أكتر من الثانية. الديات كلهم تحفة ويمشوا حتى للعزايم. استخدمنا فيهم منتجات درب شتورة. حاجة عندي بتنجان متبل بابا غنوج. فتحت 3 حكاك من البابا غنوج لأن التتبيلة الأولى حنديرها كلهم زي بعضهم، بعدين حنحطوا الإضافات. معهم زوز واصي من الياغورت اليوناني وطاسة من الطحينة، طاسة صغيرونة يعني مش كبيرة. طحينتهم حلوة على الآخر وما فيهاش مرارة. نجيبوا هنا التومة المهروسة وحطت لها شوية ملح باش معاش تبدا قوية، معلم القارص وزيت الزيتون، والمكون الأساسي كمون الحوت ومعاها شوية الملح. وهيك البابا الغنوج الخام متاعنا واتي. هو حنقسموهم على 3 باش نضيفوا لهم الإضافات. وهي الأولى ألوانها حلوة على الآخر، فلفل أحمر وأصفر وأخضر مشويات، وفلفل أخضر حار، مشويات على الفحم أو على الغاز. حطوا لهم شوية من المعدنوس. من درب شتورة حنستخدموا دبس الرمان، وعيته قنين على الآخر وحتى قوامه سلس. خلطوا المكونات كلها مع بعضها، وهيك أول سلطة عندنا واتي. الخلطة الثانية حنحطوا معدنوس وبصل أخضر ونعناع وكعبات من الطماطم الاخضر ومعاها دبس رمان، ده اسمه متبل بيروتي. نخلطوه كله مع بعضه وهيك يكون واتي. انت جديات لذيذه. الخلطه الثالثه حناخذ نفس التتبيله نزيدها فلفل اخضر بس، هيك بابا غنوج الكلاسيك، ونقدروا نضيفوا له من فوق لحمه او دجاج. انا ضفت له مسخن مع زياده اللي مقارص وزيت زيتون ودبس رمان، حطوا له حتى مفروم او قلايه. والخلطه عندنا متاع الفلفل المشوي زيناها بطماطمه فوقها زيت الزيتون. ما ننسوش نحطوا لها لون اخضر باش يكسر اللون. والبابا غنوج البيروتي ضفنا له هيك معدنوس ونعناع من الجنب وزيناه بالرمان. زيت الزيتون مهم واساسي في السلايد اللي بيعطيها لون وفي نفس الوقت بنا. عندنا هنا سماق من ادونيس. سلطتنا واتيه ونقدر نقدموها بالشكل هذا. الخلطه العاديه ضفنا لها حشوه مسخن فوقها رمان ومعدنوس، نختموها بدبس الرمان وزيت الزيتون. سلايتنا واتيه. ان شاء الله استفدتوا منهم واستمتعتوا بالتفريج عليهم، والسلام عليكم. نتلاقوا في وصفات ثانيه.